يوم 27 سبتمبر سنة 1976 كانت فرحة لورينزو وفيرولا توتي بمولودهم الجديد فرانشيسكو ما تتوصفش. فرانشيسكو توتي واحد من أفضل لعيبة كرة القدم في إيطاليا، مش بس كده، ده كمان واحد من اللعيبة القليلين قوي اللي لعبوا لنادي واحد في طول مسيرتهم الرياضية، وهو نادي روما الإيطالي. بدأ توتي يلعب كرة القدم في الأحياء والشوارع الإيطالية مع الأولاد اللي كانوا ساعتها أكبر منه سنا، وقبل ما يكمل ال8 سنين انضم لنادي فورتيد للأشبال. بعدها أقنع واحد من مدربين الشباب في النادي والد والدة توتي إنه يضموه نادي روما عشان يلعب وقتها توتي لنادي روما للشباب ويسجل 16 هدف، وكان وقتها عنده 18 سنة بس. سنة 1998 ظهر توتي لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في مباراة تأهيلية لأمم أوروبا، وبعدها بسنتين وفي بطولة أوروبا بيسجل توتي هدفين بتوصل بيهم إيطاليا للنهائي، ولكن للأسف بتخسر قدام فرنسا. وما قدرش توتي إنه يسجل أي هدف في كأس العالم كوريا واليابان سنة 2002 عشان تخرج إيطاليا قدام كوريا الجنوبية وتودع البطولة. فرانشيسكو زي ما كان أسطورة جوه الملعب كان برضه عليه حركات بره الملعب كده، إنما إيه ملهاش حل، قيصر قيصر برضه. سنة 2008 اتورط توتي في قضيه رشوه كبيره قوي مع افراد الشرطه، وقالوا ساعتها انه كان بيدفع فلوس من العصابات والمافيا، اللي عرض فيها زعيم عصابه مبلغ 50,000 يورو للي يخطف ابن توتي. تقريبا كده ابن توتي كان فيه طمع حبتين عشان يطلبوا المبلغ ده ساعتها. قيصر روما كان له عباره مشهوره قوي قال فيها: ولدت في روما وسأموت في روما، لن أغادر هذا الفريق ولا مدينتي أبدا. وبالفعل هو ده اللي حصل. ملك روما الفتى المدلل لإيطاليا قرر اعتزال الملاعب سنة 2017 وتحديدا يوم 28 مايو عشان تبكي مدينة روما وإيطاليا كلها في لحظات وداع مؤثرة على واحد من أمهر اللاعبين في جيله، فرانشيسكو توتي.